السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعة ام يوسف بتتحداني. يا رب تكون قد التحدي. انت عارف ان انا قد التحدي على طول، مفيش اي تحدي انا مش قد، وانت عارفة كده كويس. طب يا جماعة انتوا عارفين بتتحدانا على ايه؟ بس قبل ما نقول تصلي على الرسول. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طب يا جماعه ام يوسف بتتحدانا على ايه؟ انا مستغرب من التحدي ده بصراحه، بس انا اقول ولا انت بتقول؟ لا قول يلا. طيب انا بتحداه اللي هو ازاي هيعرف ينصر سمك. يا جماعه انا كفيف تمام، فهي بتقول لي انت ازاي انت كفيف وهتعرف تنصر السمك لوحدك؟ ام يوسف عمرها في حياتها ما شافتني وانا بنصر لوحدي ابدا، دايما هي اللي بتنصر لي. فيوم ما يجي ينصر بقى ينصر قدامكم انتوا. طيب انا قلت لها بقى ام يوسف بقى ايه، طالما انت هتعملي معايا التحدي دوت لازم نشارك الناس، عشان في برضه اخواتي من المكفوفين برضه اكيد هيسمعوا الفيديو ده، فهشرح بالتفصيل انا ازاي بنصر السمك لوحدي. والنهارده بقى عندنا ايه يا ام يوسف؟ أمرة. عندنا يا جماعه أمرة بقى. بس طبعا في حاجة هنا، طبعا تنصير السمك مش سهل لان بيبقى فيه عظم، بيبقى فيه حاجات من دي. انا قد اي حاجه. فبصوا هو التحدي ده صعب، مش صعب عليا. مع ابو يوسف مفيش حاجه صعبه. ايوه انت امال عامله معايا تحدي ليه طالما مفيش معايا حاجه صعبه؟ بس انا بشوفك هو انت الكلام مش هناخد منه حاجه، لكن احنا عايزين افعال. يا جماعه هو تحدي وتجربه عشان برضه اخواتي المكفوفين اللي بيسمعوا الفيديو يستفادوا، عشان لو قاعدين مثلا في عزومه، لو في اي مكان كده حصل اي ظرف يعني. معاهم وكده، وكانوا قاعدين بياكلوا سمك وكده، يعرفوا ازاي ينصروا لوحدهم عشان ما حدش ينصر لهم ويعتمد على نفسه. ايوه بالظبط كده. فالنهارده بقى هنشارك معاكم التحدي ده، وهنشارك معاكم بقى اكلتنا المتواضعه اللي انتم متعودين علينا فيها. ينفع اكل معاك؟ امال انا اكل لوحدي؟ لا انا مش واكله. لا هتاكلي معاها طبعا. تفتحي نفسي حتى. ماشي نشجع بعض كده. تمام ماشي. فطبعا يا جماعه انتظروا التحدي ده بقى، وعشان نشوف ابو يوسف هيعمل ايه في التحدي. هو بصراحه يا جماعه تحدي صعب جدا، لان انا بصراحه برضه انا مش هخبي عليكم، انا اول مره برضه انصر تمام. ايوه ما نشوف. بس انا شايف ان الموضوع سهل وربنا يستر وما يبقاش صعب. والله يا جماعه عادي، والله ما بتفرقش ما بين كفيف ومبصر يعني. كل حاجه يا جماعه بناخدها بالاحساس يعني احنا بنشوف بايدنا. ولا عضماشك كده هيحس بقى. ايوه بالظبط. فطبعا ربنا ينور لكم قلبكم يا رب، كل اصحاب المكفوفين يا جماعه احنا عندنا نور البصيره الحمد لله، ربنا منور قلوبنا. طب ما تنصر لي تمام. لا انا انصر لوحدي، كل واحد ينصر لنفسه. انا مالي، لا مع نفسك بقى، اتعلمي هبقى اعلمك. يا جماعه هنبقى نعمل فيديو وهنبقى اعلم ام يوسف التنصير. بلاش انت. طب يلا بينا نشوف بقى. اصبري انت مستعجله ليه؟ انا عايزه اشوفك وانت بتنصر، نشوف انت تعمل. طولي بالك عليا. طب يا جماعه دلوقتي بقى انا جوعت، فام يوسف قالت له والله ما انت واكل، قال لما نصور التحدي ده يعني انت هتاكل واحنا يعني هنصور وانت بتاكل. تمام. فاحنا طبعا زي ما انتم فاهمين بقى وعارفين، احنا بنصور لكم كل حاجه، اكلتنا بسيطه زي ما انتم عارفين عننا، واكلتنا متواضعه برضه، فاي حاجه بنحب ان احنا نشارككم معانا كده كل حاجه. تمام. مفيش احسن من البساطه. ايوه والله طبعا الحمد لله على نعمه ايه؟ التواضع. طبعا. الحمد لله يا جماعه متواضعين جدا. اي طبعا ربنا يجعلنا من المتواضعين دايما يا رب. يا رب الله. طيب يلا بقى ام يوسف هتجهزي عشان انا جوعت. انا مش قادره اعمل حاجه. ما جهزاني. يا جماعه الله. طب ما استنوا يا جماعه، مش انا بتحدى، المفروض هو اللي يقوم يجهز الاكل بقى. انا جاهز ليه؟ اللي جاهز. لا انت بتتحداني على التنصير بس مش على التجهيز. طب ايه رايك اتحداك انت تجهز الاكل لا مره ثانيه بقى. خلاص يا جماعه انتظروا فيديو وابو يوسف هو اللي بيحضر الاكل ان شاء الله يا جماعه. وانا تعبانه بقى. ان شاء الله. لا ربنا ما يجيبش تعب، ده انا احضر لك وانت سليمه، ده انا اشترك على راسي يا ام يوسف. انا مش منك ابدا. هو ايه لازم انت تكوني تعبانه عشان اخدمك؟ فيلا بينا. يلا بقى نجوعك، ما تجوعنيش اكتر من كده. وانا مش جايبه الاكل بقى. يلا بقى خلصي. طب يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه ام يوسف هتشارك معاكم دلوقتي بقى وهي بتجهز لي الاكل. بعد الاكل دلوقتي. ايوه. عشان نبدا المعركه بقى عشان نبدا الحرب. كده كويس. كده كويس. يلا بينا. يلا خليكم معانا. يلا بينا بقى يا جماعه نبدا تجهيز. يلا بسم الله. يلا بقى نغرف الرز، نحطه في الطبق ده عشان ابو يوسف بيحب ياكل في الطبق ده اصلا، يعني بتحب الاطباق الغويطه كده عشان بيعرف ايه لو ياكل فيها كويس. اهوت حطينا الرز ومعانا بقى
السلطة اهيت، طماطم، ومعانا المخلل، تمام، ومعانا بقى ايه يعني 3 بصلات 4 كده، بيبقوا جنب السمك اصلا طعمهم خطير. يلا بينا بقى دلوقتي نغرف السمك. انا مش عارفة ازاي والله بجد، يعني في حاجة انا مش عارفة ازاي ابو يوسف هينصر السمك. اول مرة في حياتي اشوفه بينصر سمك، فاحنا دلوقتي هنشوفه مع بعض بينصره ازاي. طبعا السمك بقى فيه عظم، بقى فيه مثلا شفتوا اللي هو السيل الصغير ده، فغريبة اصلا ان واحد كفيف. ايوه غريبه قوي قوي قوي، غريبه قوي قوي. الجايز مفيش حاجه غريبه عليا. طب يلا انا قد نصر اي السمك. حاجه يا جدعان، قسما بالله هي مستغربه. بصوا الله. بتقول انت ازاي كفيف وهتنصر لوحدك؟ انت اصلا مش باين في الكاميرا يا ابو يوسف. مش عايز ابان في الكاميرا طيب. يعني كفايه ان الناس سامعيني. تمام ماشي. خلص يلا عشان انا خلاص كده. انا لا. مش جعان يا جماعه، يعني بصوا انا جعان قوي، بس مش عايز اكل قد ما انا عايز اصور التحدي دلوقتي لكم. ان شاء الله نصور، وانا خلاص غرفت الاكل اهو. بقى السلام. المعلقة، حط معلقتين ولا معلقة واحدة؟ معلقتين ايه؟ معلقتين، معلقتين ولا معلقة واحدة؟ لا ما مش عايز انت ناكل معاك؟ مش انت هتاكلي معايا؟ انت عايز ناكل معاك؟ ايوه طبعا، ما اقدرش اكل من غيرك. وانا مش واكل. طيب ما هات المعلقتين عشان اكل بواحده وانزل الثانيه من الثانيه عما الثانيه كده، يعني انت فاهمه طيب ازاي تمام. اكل بالاثنين. احنا خلاص اهو يا جماعة، الصينية هي ما شاء الله اكل متواضع واكل زي العسل، عشان طبعا الست الوالدة حبيبة قلب ماما هي اللي شاوية السمك ده، تسلم ايديها. ام يوسف يا جماعه هي اللي عامله الرز المفلفل، تمام، وانا اللي عامل السلطه. لا ربنا يستر بقى. والله العظيم ما عمل حاجة. انا اللي عاملة كل حاجة. ويلا بينا بقى نبدأ التحدي. يلا بينا. قدها ولا مش قدها؟ قدها واكبر منها كمان. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا ابو يوسف. يلا يا برنس. يلا يا سيدي. يلا يا معلم. احلى صينية اكل. يا سلام. يلا بينا بقى. انت جايبه بصل كمان؟ ايوه امال عشان ايه؟ ننسى اللي حصل. يلا بينا. طبعا بقى يا جماعه الطبق ده بقى عشان نمصر فيه. اي طبعا اتفضلي. ده تمام. تحط فين؟ بقول لك ايه رايك نحط الاكل على الترابيزه؟ انا ما اعرفش بقى، رتبي بقى زي ما انت عايزه. تمام ماشي، بسم الله. كده كده. يا سلام. ايه يا سلام على الريحه الجميله. ايه رايك بقى؟ على فكره القمر ده متتبله تتبيله حلوه قوي والله والله العظيم. ماما اللي ريحتها اصلا عاملاه، جميله. تسلم ايديها. تسلم ايديك يا والدتي. اكيد انت شايفاني دلوقتي يا هي والدتي اكيد الغاليه. سامعاك اصلا من غير الفيديو. ويلا بينا. تسلم ايدك، بس انا مش هقول رايي بصراحه الا لما ادوقها برضه. هي ريحتها حلوه بس بقى الطعم بقى. يلا ابو يوسف. اتفضل معلقه اهي. طب استنى ابو يوسف بقى. نص اهو. تمام. الطبق اللي انت تنصر فيه. هو انا عايز الرز قدامي. انا عايز الرز هو الرز قدامي. قدامك هو اهو. فاهم بس حاسس ان هو بعيد عني. طب عايز تعمل ايه؟ تحطه ازاي؟ لا سيبي كده يا ابو يوسف ثانيه. طيب احط طبق التنصير في النص. ايوه بالظبط كده يعني بس كده. طب انا اكل ازاي؟ ما هو انت أبو مش يوسف. عايز ناكل معاك يا جماعه، مش عايز ناكل معاه بيلمع. انا عايز بس الرز يبقى قدامي عشان تمام، ما اوقعش، ماشي. بس خلاص هوقع. ايه المشكله؟ ما انت اللي وقع هتعملي. انا اعمل كل حاجه ورا. تسلمي لي. طبعا بقى طبق التنصير. طب طبق التنصير نحطه فين؟ ايه الحيرة دي؟ مش عارف. خلاص كده بص حط ايوه بس هي ايوه لازم كده، لا كده تتعامل تمام والله. كده تمام كده تمام زي ما عشان انت طبق التنصير يبقى قدامي كده عشان انت اصرف مش على عايز طول. ناكل معاك. لا طبعا يا ابو يوسف انا ما اقدرش اكل من غيرك اصلا. يلا يا جماعه. عارفه كده بس يا جماعه بقى قبل اي حاجه بقى لزوم الاكله ديت بقى، اكله السمك ديت تشمير بقى. لازم نشمر كده، لازم نشمر كده عشان ايه؟ داخلين على معركه جامده دلوقتي. يلا نبدا. المخلل ده تحفه، ماما برضو اللي عاملاه، يعني ربنا يخليكي لينا والله. ربنا يسترك يا والدتي، ربنا يبارك فيك يا اما بجد والله. بسم يلا الله بينا. الرحمن الرحيم. نوصل بقى ازاي؟ طبعا بقى انا يا بقى جماعه، عايزه اشوف. طبعا بقى يا جماعه احنا مسكنا، انا مسكت الامر اهوت في ايدي. وريني يا ابو تمام يوسف. خلاص بقى ما تلبخنيش على عيني بقى. وريني يا ابو يوسف. اخواتي المكفوفين بقى اللي بيسمعوني دلوقتي، انت بتقوم معلش. ماسك عافق السمكه كده في ايدك، بس اعفقها جامد عشان ما تجريش منك، خلي بالك. يلا وريني. تمام. وتقوم عامل ايه بقى؟ حاطط السمكه على ايدك الشمال كده، يعني منيمها كده على ايدك الشمال. وهو لو انت عايز تراوي حط ايدك على، حط السمك على ايدك اليمين. تمام. بتقوم حاطط ايه السمكه كده على ايدك، على كفه ايدك، وشغال بصابع ايدك اليمين. اللي هو ايه؟ الابهام. ده اسمه الابهام صح؟ اللي هو الصابع الكبير ده. تمام. بتبدا اللي انت تقشر بقى كده، تبدا اللي انت ايه تقشر كده. وريني يا ابو يوسف. ثانيه يا ام يوسف. وريني مثلا كده.
ايوه. شوفوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله اهو. هتجيب الحته دي بقى. لا طبعا اهو. هتيجي تبص بقى تلاقي طالع ايه طب وريني يعني. الحته دي كده انت طلعتها. اهي تمام اهي. اهي. تمام كده يا جماعه. هي الحته دي بقى ايه، تبدا اللي انت لو عايز تفرز بايدك تشوف فيها عظمه ولا لا. تمام. لو عايز تفرزها ببقك عادي برضه. عادي، انا من النوع اللي انا بفرز ببقي. تمام، ما بعرفش افرز بايدي. تمام. بص ساعه ما تلاقي بقى حته اللحمه دي طالعه في ايدك، تقوم عامل ايه بقى؟ حاططها في بقك كده على طول من غير تمام. كلام. طب. ونقوم بادئين واكلين. طلع حته طيب. نصر لي انت زفرت ايدك، نصر لي بقى. لا. شايفين يا جماعه؟ يلا طب انا كلي مش بقى. واكله بقى. كل يا ابو يوسف كل. طب نصر لي. شوف يا جماعه، ما شاء الله. أهو. بسم الله. كفيف يا جماعه وبنصر لوحدي. متخيلين؟ لا. قد التحدي ولا لا يا ابو يوسف؟ لا. قولي بصراحه، قد التحدي بجد ولا لا؟ يا قدام جماعه الناس؟ لا والله العظيم شاطر، وفعلا نصرها زي ما انا بنصر والله. ربنا ينور لك قلبك يا رب. بسم الله. الله. مش عايز مخلل ولا سلطه؟ لا لا لا، ولا اي حاجه ولا خالص. بصل؟ عايز بصل؟ فين البصل؟ اه. حطوه قدامنا اهو بقى. طبعا اول مره حد ياكل سمك على النت اصلا. لا، اول مره ايه، الناس بتاكل فسيخ وبياكلوا احنا رنجه ان شاء الله هنعمل لكم كل فيديو احنا حاجه. بناكل رنجه في الارض مش في البيت بقى. شوفوا يا جماعه انا بفصص ازاي يا جماعه. والله العظيم بطلع الواحده. شوفوا مظبوطه. بعفقها كده، بطلعها كده من العظم. جدع يا باشا. شجعوني بقى كده. والله الله ينور عليك يا ابو يوسف. في حاجه ناسيها على فكره. لو جدع تقولي هي الميه. انا عن نفسي مش هشرب دلوقتي الا لما اشبع. طبعا يا جماعه انتوا كلكم شايفيني دلوقتي وانا بنصر وباكل لوحدي اهو. على فكره البتاع اللي معاك دي بيتعمل فيها بطروخ حلو قوي. هجيبه. بس انا ما بحبش البطاريخ عامه. خد لي بقى قمريه كده حلوه. بتحب البطروخ يا ابو يوسف؟ بقول لك ايه، نجيب الطبق ده ما بيننا عشان ننصر معاه. على فكره يا جماعه، اكتر اكله بحبها في الاسماك القمر. ماليش تقول عليها قوي، مش عارفه ليه. لا لا، بحب القمر جدا جدا. قولوا لي بقى. بحبها مقليه. الناس بقى اللي بتتفرج علينا بقى تقول لنا ايه اكتر اكله سمك انتوا بتحبوها؟ سمك ايه؟ انا بحب الشبار. تحب ايه؟ الشبار اللي هو السمك العادي. لا لا، انا بحب القمر جدا. دي يعتبر اكتر حاجه انا بحبها. تسلم ايدك يا امي. امي الغاليه يا جماعه، والله تسلم ايدها. ربنا يخليها لنا يا رب. طعمها تحفه. لا لا، جميله. بس انا من النوع اللي ماليش تقول عليها والله. بس هي كانت طعم حلو. يا سلام، التتبيله بتاعتها اصلا جميله قوي طب انت ما قوي. تعرفش بقى انا عامله الحدق بتاع القمر ده؟ انت اللي عاملاه؟ اي. اذا كنت انت ولا امي فانتوا الاثنين ايه، ربنا يبارك فيكم. وانا وهي واحد. طعمها خطير. ولا المخلل بقى، المخلل يا لهوي عليه. طبعا يا جماعه احنا بنحاول نشارك معاكم كل حاجه. احنا اكلنا كله كده يعني. احنا ناس بسيطه. فده اكلنا المتواضع. تاخدي مني ايه؟ والله انا باخد دي تاخدي بتاعتي. مني حاجه؟ ايه يا ابو يوسف، ده شاكك فيها يا ابو يوسف. بجد يا ابو يوسف القمر دي جميله قوي. انت بتاكلش لا بصل؟ بجد يا جماعه ابو يوسف طلع قد التحدي. ام يوسف، انت عمرك عملت معاه تحدي قبل كده وما طلعتش قده؟ بامانه قدام الناس. لا بقول لك بامانه قدام الناس. في تحديات يا جماعه بخسر فيها اللي هو تحدي الاكل مثلا. لكن انا اقول له اعمل حاجه بما انك كفيف، لا ببقى قدها بصراحه. ايوه طبعا الحمد لله يا جماعه. اهم حاجه الاصرار والعزيمه. ما تقولش انا كفيف فانا مش هعرف اعمل. يا عم جرب. مره هتنجح، مره هتصيب، مره هتخيب.
يعني ما تستسلمش كده. من اول النهارده نصر لوحدك. من اول النهارده انصر لوحدي. امم تمام. لا انا كده ما عادش منصر بقى. ليه؟ كده خلاص كده. ليه بقى؟ نصر لي انت بقى. لا طبعا يا ابو يوسف، حتى لو بتعرف تعمل حاجه دي انا بحب اعملها. تسلمي لي يا ام يوسف والله. ايوه والله. ده يا جماعه اول امرين جبتها لوحدي اهوت. ما شاء الله. انت ما كملتيش ديت ليه؟ خلاص انا ما عادش قادره. ليه؟ الحمد لله. شبعتي؟ والله. والله. ايه رايك؟ لا والله العظيم بجد الامر جميله قوي، والرز اجمل. رز مفلفل. إيه رز مفلفل، وكان ايه يعني شويه رز ابيض كده فقلبتهم على بعض، بس طعمه جامد. طب يا جماعه، وده كان التحدي بتاع النهارده. اتمنى إن هو يكون عجبكم، وابو يوسف فعلا طلع قد التحدي، وشكرا ليك يا ابو يوسف على الثقه اللي انت اديتها لي دي. والله يا ام يوسف انا بحاول اثبت للناس اخواتي يعني المكفوفين ان مفيش حاجه صعبه. اكيد طبعا. ان انت لو عندك اصرار وعندك طموح ان انت تعمل حاجه هتعملها. اكيد. وشارك كل حاجه، ويعني خش في اي حاجه وربنا هيكرمك فيها ان شاء الله باذن الله. ما تستسلمش للاعاقه بتاعتك. ما حد- تقولش انا كفيف فمش هعرف اعمل. لا اعمل. مم. يعني مره هتسيب مره تخيب زي ما انا قلت كده، وربنا يوفقنا جميعا يا رب. مش معنى ان انت خسرت في حاجه او ما عرفتش تعملها لا حاول تاني، ما يعني ما تفقدش الامل فيه. فهو ده كان فيديو النهارده يا جماعه. كان تجربه ونصح لاخواتي المكفوفين وتحدي. يعني الفيديو ده ومشاركه اللي احنا بناكل سمك، يعني الفيديو دوت يعني نشمل كل حاجه. ايوه بالظبط كده. فما تنسوش بقى في نهايه الفيديو تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نقول لهم ايه بقى؟ سلام.